نتكلم النهاردة عن شيء مهم جدا بيقدمه البنك الأهلي المصري، طريقة جديدة في التمويل العقاري هيستفاد منها شريحة كبيرة من المجتمع. ازاي تقدر تشتري شقة عن طريق البنك الأهلي وكمان تقسطها على 20 سنة؟ نظام تمويل عقاري جديد كمان بشروط ميسرة وأقساط شهرية منخفضة. نتعرف على كل التفاصيل وهنتكلم كمان في الفيديو ازاي أصبح التمويل العقاري في البنك الأهلي من أسهل الطرق علشان تتملك شقة. هنتعرف كمان ايه هي الشروط الأوراق المطلوبة عشان تاخد شقة بنظام التمويل العقاري من البنك الأهلي، المستندات المطلوبة علشان تاخد شقة من التمويل العقاري بنظام التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري، وده علشان تضمن سهولة وسرعة الحصول على التمويل. بيشترط البنك الأهلي يقدم المستندات ديت، وهنشرح كمان ونوضح ليه البنك الأهلي الأيام دي بيعتبر الخيار الأمثل للتمويل العقاري. بس قبل ما نتكلم على كل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك علشان نوصل ليكم كل الأخبار العقارية الجديدة أول بأول وكل التطورات العقارية. النهاردة بيعلن البنك الأهلي عن نظام تمويل عقاري جديد. النظام ده شروط ميسرة وعن طريق أقساط شهرية منخفضة جدا. برنامج التمويل العقاري الجديد يغطي عدد من المدن المهمة، يستهدف كمان المبادرة من البنك الأهلي يتمكن جميع فئات المجتمع علشان يقدروا يملكوا وحدة سكنية بسهولة، وده من خلال إن هم بيقدموا حلول تمويلية مرنة وكمان شروط ميسرة بتساعد على تحقيق حلم التملك بأقساط شهرية مناسبة وأقساط شهرية مريحة. وده كمان بيعتبر أفضل خيار بديل بدل نظام الإيجار التقليدي. يحرص البنك الأهلي على تقديم مميزات استثنائية تضمن راحة المستفيدين، يضمن كمان سرعة إجراءات التمويل. نتعرف على كل الشروط الأساسية عشان البنك الأهلي يمنحك تمويل عقاري كمان تستفاد أكبر عدد من المواطنين. أولا البنك الأهلي المصري بيشترط إن العمر مفترض لا يقل عن 21 سنة، وده لما يحصل على التمويل. كمان السن لا يتجاوز 60 سنة، ده عند فترة انتهاء التمويل أو عند بلوغ سن التقاعد أي يوم أقرب. ده أول شرط بيقدمه البنك الأهلي. الشرط الثاني وهي الجنسية، تمويل متاح فقط لكل المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية. بالنسبة للعمل يجب أن يكون الموظف سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص خبرة لا تقل عن 6 شهور. بس بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهنة الحرة لازم يكون عنده خبرة لا تقل عن 12 شهر، يعني يكون بيشتغل في المجال لمدة 12 شهر على الأقل سنة. مدة سداد القرض والتمويل العقاري تراوح ما بين 5 سنين لغاية 20 سنة، ده بيكون حسب القدرة المالية للعميل. بالنسبة لقيمة الوحدة السكنية بيتم تحديدها بناء إعلانات الصندوق التمويل العقاري والبرامج المتاحة. بيشترط البنك الأهلي إن الدفعة المقدمة ما تقلش عن 20% من إجمالي سعر الشقة، وبحد أقصى بيكون 50%، يعني ممكن تدفع من 20 لحد 50% تكون دفعة المقدمة. بالنسبة لنسبة التمويل اللي بيقدمها البنك بتصل ل 80% من إجمالي قيمة الشقة. يوضح كمان البنك الأهلي نسبة عبء الدين، وده لا يتجاوز القسط الشهري 40% من صافي دخل العميل، وده بيكون بعد خصم الاستقطاعات السيادية، ويمكن أن تصل ل 50% في حالة وجود التزامات أخرى. يعني بياخدوا مرتبك وبيحسبوا عليه، ولازم القسط ما يتجاوزش 40% من قيمة المرتب بتاعك. سعر الفائدة فائدة متناقصة تراوح ما بين 5 و7%. مميزات التمويل العقاري من البنك الأهلي، يقدم البنك مجموعة من المزايا ومنها أول حاجة مصاريف فتح الحساب مجانية بالكامل. في حاجة تانية الاستعلام الائتماني مجاني دون أي رسوم إضافية. وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي طول مدة التمويل. وكمان في ميزة حلوة جدا إن هو مفيش أي عمولة على السداد المعجل، مع إمكانية استرداد فرق الدعم طبقا للتعليمات الرسمية. عمولة التأخير على الأقساط المستحقة لا تتجاوز 2%. المزايا دي كلها بتجعل تمويل البنك الأهلي أكثر برنامج للتمويل العقاري جاذبية لجميع المواطنين، وده من غير أي أعباء إضافية. المستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري، أول حاجة بطاقة الرقم القومي تكون سارية المفعول للعميل، إيصال مرافق حديث سواء كان كهرباء أو إيصال مياه أو غاز، ده علشان تثبت محل الإقامة، شهادة قيد للذكور والإناث، وكمان بتقدم مستندات بتوضح الشهري أو الدخل السنوي للعميل، وده سواء من العمل أو النشاط التجاري، بطاقة رقم قومي للزوجة أو صورة من قسيمة الزواج. وبكده هنكون اتكلمنا عن كل تفاصيل التمويل العقاري الجديد واللي بيقدمه البنك الأهلي بشروط وأقساط شهرية منخفضة. لو عندك أي استفسار أو أي تعليق اكتبه لنا أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك. مزيد من الأخبار الجديدة أول بأول.